مرة من المرات كان عندي محاضرة في حقل. حقل هذه شمال تبوك، يعني على قريب من ميناء العقبة، شمال تبوك في 200 كيلو. ألقيت المحاضرة وخرجت، مسكني واحد قال يا شيخ زرت الشيخ رشيد؟ قلت من الشيخ رشيد؟ قال الشيخ رشيد القيسي. قلت من هو الشيخ رشيد القيسي؟ قال هذا واحد معمر عندنا، ذهبت إليه أزوره. تدرون يا جماعة مولود عام كم؟ خذوها بالميلادي، خذوها بالميلادي حتى يعني تدركونها أسرع شوي. مولود يا جماعة الشايب هذا، لا إله إلا الله، ورأيته بعيني، مولود عام 1878. 1878 يعني بالهجري 1298، يعني مبطي وهو حي من زمان. لما زرته كان عمره 127 سنة. أعطاني كتابا وقال لي ولده اختم للشيخ بختم القضاء، وجاء الشيخ وختم لي، ولده ختم لي. نظرت إلى الختم، إلى تاريخ الختم بالهجري 1331، يعني 1911. 1911 وهو متعين قاضي، عمره 34 سنة. السنة هذه 1911 هي التي ولد فيها الشيخ ابن باز، اللي ولد فيها ابن باز طلع من بطن أمه. فهذا أبو 127 إذا رأى أبو 110 يقول له تعال يا بابا، ولا لا؟ بينهم 17 سنة. فهذا أبو 110 بالنسبة إلى هذاك يعتبر أبوه. فليس بعيدا أن أبو 110 أنه يتزوج ويرزق له أولاد، لكن لو أراد يدعو بهالدعاء ما يقدر يدعو قدام الناس، لأنه يعني يضحكون عليه.